وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايب قلبي معانا العيش السوري. تمام، العيش السوري اهو. بس هنعمل ايه بالعيش السوري؟ خلوه على جنب دلوقتي. هنعمل النهارده سندوتشات عيش سوري. انا راجعه طبعا من الشغل متاخره وسريعا كده، فقلت اسلم حل هعمل سندوتشات سريعه عشان ما ناخدش وقت. فتعالوا بقى بينا قبل ما نقول مكونات وقبل ما نقول اي حاجه، تعالوا بقى بينا نعمل شويه توميه الاول. نعمل شويه ايه؟ توميه. انا عندي هنا حليب، او لو انت مش عايزه تحطي حليب حطي ميه براحتك خالص. تمام، فانا عندي هنا الحليب هحط عليه 3 معالق من النشا اهو، وهقلب على البارد كده، وهروح احطهم على البوتاجاز لحد ما يتجمدوا، وهنشوف هيتجمدوا ازاي ونرجع بقى اهو. شايفين؟ اقلبهم على البارد الاول كده، واروح بيهم على البوتاجاز لحد ما النشا تتعمل مش كانها مهلبيه. طبعا هي بتبقى جامده جدا، بتبقى جامده قوي عشان احنا لسه هنعملها في الكبه. هنشوف خطوه خطوه بس عشان ما اطولش عليكم. اوديها على البوتاجاز الاول، احط بس ذره ملح معاها كده، ونروح بقى على البوتاجاز نعمل الايه؟ النشا بالحليب بتاعنا ده. دي اول خطوه عشان اسيبها تبرد. هنا حبايبي بقى بالنسبه للايه، التوم ده هاخد منه للفراخ وهاخد منه للتوميه. تمام، فخلونا على جنب. هنا هعمل فراخ كده عشان هعمل بيها السندوتشات. هنعملها بطريقه سهله وهنتبلها مع بعض بطريقه سهله قوي قوي. انا عندي هنا جبنه رومي، وعندي الجزر للسندوتشات، وعندي الكابوتش عشان احط التوليفه اللي احنا بنعملها دي. ولكن تعالوا بقى بينا الاول نتبل الفراخ بتاعتنا. هنزل هنا بالفراخ اهو زي ما انتم شايفين. الفراخ انا مقطعاها شرايح زي دي كده، شايفين اهو. اوريكم شرايح كده. التقطيع بقى زي ما انت حابه تقطعيها قطعيها. تمام. الفراخ خلصت ولا ازاي؟ لا طبعا ما لقيناش النهارده عشان خاطر علينا. ما هو في برطمان مليان. كاتشب؟ انت عملتي كاتشب؟ في برطمان مليان بهارات فراخ. لو كنتي في التلاجة يسعى. طيب ايه هو؟ الكاتشب هو في مجلط في الحوافر. ما انا قلت لك عشان كده اعمل كويس. ما انا بعمل كويس اهو. اوعى كده، لسه ما عملتش اصلا، معايا شويه. يلا قلب سيب. ماما خدي قلب. لا اله الا انت سبحانك. ادي بهارات الفراخ ايوه كده. خدي قلب كده حبايبي. هحط بقى ايه؟ معلقه بهارات فراخ. بهارات الفراخ طبعا لازمه في المرحله دي. وهقلب بقى، وحطيت الملح وحطيت كل حاجه، وهقلب كده. وبعدين احط بقى شويه زيت زيتون على الخلطه بتاعتنا دي. تمام، ودي مش محتاجه ان انا اسيبها تتبل، لا دي انا بشتغل فيها على طول. تعالوا بقى بينا نروح على البوتاجاز بس ناخدها تقليبه كده كويسه، تكون التوميه بتاعتنا اتعملت. تمام اهو. وتعالوا بقى بينا نعملها على البوتاجاز كده حبايبي. خلاص الايه؟ النشا بالحليب بتاعنا، وقلنا اللي حابب يعملها بميه يعملها. وصلت للمرحله دي، هسيبها تبرد لحد ما هخلص الايه؟ الفراخ. طبعا لسه هي هتجمد عن كده، كل ما هتبرد هتجمد. هسيبها كده على جنب واروح اكمل الفراخ بتاعتي. هنا برضو عملت كاتشب زي ما انتم شايفين اهو، ولكن الكاتشب ده هنعمله في فيديو لوحده. انا عملته معاكم قبل كده، ولكن هنعمله في فيديو تاني لوحده، لكن ده لزوم الاكله يعني. هنا احط الزيت بقى شويه صغيرين، مش هكتر لان انا حاطه على الفراخ زيت. اسيب الزيت يتقدح كده حبايبي. خلاص الزيت اتقدح على الاخر. هنزل بقى اهو بالفراخ بتاعتي كلها اهو، شايفين؟ الزيت بكله اهو بالتتبيله بتاعتي. شوفوا حنان اهو، الريحه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تمام كده خلاص اهو. اجيب بقى معلقه الثوم اللي انا هحطها على الفراخ كده، وهقلب الفراخ وهسيبها على البوتاجاز لحد ما تنشف. يبقى كده استوت. تمام، ولا هغطي عليها ولا حاجه خالص. هي هتنزل لسه صوص كده بتاع اللي هي بتنزله مكان التوابل والصويا صوص والكلام ده، وكده يبقى هي ايه؟ ان شاء الله استوت. خلاص هنسيب الايه؟ الفراخ كده تستوي براحتها. تعالوا بقى عبال التوميه ما تبرد او النشا ما تبرد، هقطع الايه؟ الكابوتش بتاعي
عشان ده اللي احنا هنحطه على السندوتش. نقطعه كده عشوائي، واقطع الخيار برضو شرايح. السندوتش بيبقى غني جدا، وده بتاع الايه الاوقات العصيبه اللي احنا ممكن اكون مستعجله فيها، ممكن بتاع يعني بيعمل الموضوع معايا جامد، يعني بيسهل الامور معايا. والعيش ده طبعا انا بجيبه وبنحطه في الفريزر، ده لو انت ما عملتهوش في البيت، وهنعمله مع بعض بامر الله وهنشوفه بيتعمل بطريقته سهله جدا. بس طبعا لما بكون مستعجله زي ما قلت لكم الحاجات اللي موجوده عندي بتقضي. تمام. نقطع باقي الكاوتش، والخيار برضه هقطعه شرايح رفيعه. هات السكينه رفيعه يا حمد، الحمراء او الصفراء اي حاجه. كده قطعه صغيره برضه عشان ايه مبقاش في السندوتش. هنا حبايبي خلاص بقى نبتدي نعمل ايه التوميه. شايفين جمدت شويه كده، هبتدي احطها. هي ما بردتش قوي، بس ايه برضو انا عشان هشتغل على طول. تمام. زي ما قلت لكم لو مش حابين تحطوا مع النشا حليب حطوا ميه عادي خالص، ولكن زي ما قلت لكم طالما احنا عاملين الحاجه في البيت فبنحاول نعزز الطعم بتاعها شويه كده حبايبي. هحط بقى المكونات بتاعتي مع الايه التوميه مع النشا. هبتدي احط بقى شويه خل تمام، وهبتدي احط معلقه صغيره ثوم، وهحط الملح كده. طبعا مش هكتر ملح لان انا حاطه فيه النشا ملح. وابتدي بقى اضرب المكونات دي الاول قبل ما احط الزيت. ابتدي اجيب الزيت بتاعي، احط حاجه يعني سرسوب كده صغير لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. كميه الزيت اللي انا حطيتها حوالي كوبايه الا ربع كده حبايبي. خلاص زي ما انتم شايفين اللون بتاعها يعني ناصع البياض زي ما انتم شايفينه كده اهو. بصوا بقى، وده القوام بتاعها اهو، ده القوام بتاعها اهو. ما شاء الله، يعني حاجه زي الفل، وعملتيها في البيت وعملتيها بطريقه جميله وطريقه نظيفه وطريقه يعني غنيه وكل حاجه. تمام. ده كده اهو، شايفين ده القوام بتاع التوميه بتاعتنا. طبعا انا هحط على قد الكميه اللي احنا هنستخدمها، وبعد كده الباقي ده بحطه في برطمان او بحطه في حاجه وابعينه في الثلاجه بيفضل معايا مده. تمام. هحط انا شويه الاول كده اللي انا هستخدمهم مع الاكل، هحطها مع السندوتشات بتاعتنا كده، وهنعمل من الباقي السندوتشات، واللي هيتبقى زي ما قلنا هنحطه في برطمان وهنحطه فين في الثلاجه. تمام كده. خلاص التوميه بتاعتنا ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين طالعه القوام بتاعها عامل ازاي. هنركنها على جنب دلوقتي وهنشوف هنكمل بقى الحاجه بتاعتنا ازاي. كده حبايبي شايفين الفراخ اهو ما شاء الله، الفراخ بتاعتي ما شاء الله اهو. هبتدي بقى اعمل السندوتشات الجامده بتاعتنا بقى اللي هي اساس الموضوع النهارده. كده هبتدي بقى نعمل الايه السندوتشات. تمام. انا عشان السندوتش بتاعي يطلع حلو، طبعا هو فك انا طلعته من الفريزر وفاتت وزي الفل، فعشان السندوتش بتاعي يطلع كويس او يطلع مظبوط هحط كل اتنين مع بعض، هنحط كل اتنين مع بعض. تمام. هحط اول واحده وابتدي اعملها بالايه التوميه، حاجه بسيطه كده يعني افرش عليها
حاجه بسيطه كده من التوميه اهو. دي اول ايه حاجه هعملها في الساندوتش بتاعي. تمام. وابتدي احط الطبقه الثانيه. ليه انا بحط 2؟ عشان الساندوتش بتاعي يطلع متماسك وكويس. تمام. هنا بقى بحط برده الايه التوميه زي ما انتم شايفين كده اهو. وابتدي احط الايه الفراخ بتاعتي. وطبعا الفراخ حسب الكميه، يعني مش حابه تكتري ما تكتريش، حابه تحطي كتير حطي كتير. تمام. وهحط شويه جبنه برضو، مش هنحاول نكتر الحشو قوي بتاع الساندوتش. وبعد كده هحط شويه خيار برضو، مش هنكتر الخيار. وبعدين نحط ايه شويه كاتشب كده برضو، مش هكتر. وده كده الحشو بتاع الساندوتش بتاعي. اللي حابب يزود بقى يعني حاجه تانية كاتشب اي صوص او بتاع يزود بقى بره الاكل. وهبتدي الف الساندوتش بتاعي زي ما انتم شايفين كده، واحطه على جنب لحد ما اعمل واحد تاني. تمام كده الساندوتش بتاعنا. انا عشان اشتغل على طول هشغل الجريل واحط عليه الساندوتش اللي انا اعمله واخلصه كده. حبايبي انا اهو حطيت في الجريل. احاول بس اقفل الساندوتش كده وافضل اقلبه على جميع النواحي من كل ناحيه كده، اقلبه لحد ما اوصل للقرمشه اللي انا عاوزاها وللايه للشكل الذهبي كده الجميل اللي انا عاوزاه. انا حاطه 2 على يعني حاطه على العين دي وعلى العين دي، ده اللي على العين التانيه اهو. تمام. مش عارفه الف التليفون بس. وهخلصه بقى كله كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. كده حبايبي خلاص خلصنا السندوتشات. الجزء ده خلصناه. تمام. تعالوا بقى بينا نقطع السندوتشات وهنقدمها متقطعه عشان ما ينفعش نقدمها كده. ماشي. وتعالوا بقى بينا نقطع. طبعا السندوتشات لسه سخنه. نجيب شوكه وابتدي بقى اقطع السندوتشات بتاعتي كده حبايبي. تمام اهو. وارصها هنا في طبق التقديم او في الصينيه بتاعه التقديم كده حبايبي. هخلص الكميه كلها اهو. ماشي. واقطعها ما شاء الله زي ما انتم شايفين الطعامه والجمال. بس لسه سخنه طبعا شايفين اهو. وارصها بقى في الصينيه عشان حتى اللي يمسك حته قدامه يعرف يمسكها. ما عنديش انا الورق بتاع السندوتشات ولهذا السبب عملنا الفكره دي. تمام. نقطع كل بقى اللي موجود عندنا كده حبايبي. السندوتشات اللي اتقطعت والسندوتشات اللي هي مش متقطعه اللي هطلع عليها الباقي. وكده عملنا احلى سندوتشات سوري ما اخدتش مننا وقت، ودي اكله اللي هم مستعجلين. واتمنى لو الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. فعلوا الجرس حبايب قلبي عشان يوصلوكم كل جديد. ويا رب دايما اشوفكم على خير. دي طبعا من الايه من الساندوتش مش مشكله يعني. ما تنسونيش في لايك يا حبايبي عشان اللايك بيرفع الفيديو وبيخلي الكل يشوفه. واتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. اشوفكم على خير.